السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود بن طارق رجع من السفر وخلاص قضى شهر العسل وراجع او رجع، والراجل عايز نادي الزمالك وشاري نادي الزمالك. الراجل كل طلباته انه ياخد مستحقاته بس. وده لاعب محترف، ده لو لاعب مصري عايز فلوسه برضه. يعني انا مش عارف انا الصعوبة في كده ايه. يعني انتوا، يعني انا حاسس ان انتوا مصعبين الدنيا قوي يعني. ما تورونا بقى، ورونا جبهة الانقاذ اللي انتوا كنتوا موعديننا بيها واحنا عارفين هنعمل ايه، والشغل الشويتين اللي انتوا ضحكتوا بيه على الجماهير وضحكتوا بيه علينا قبل ما تيجوا. والخطط ومش الخطط، في عراقيل وفي خزوقة وفي كل حاجة عارفينها، بس مش ده الحل. مش ده الحل ان انت نجم ورا التاني يطفش من الفرقة. اخوان بزيرة في السكة برضو، الراجل اتخنق عايز فلوسه، مش هيفضل يلعب كده. ناصر ماهر. يعني ايه بيراميدز عايزه ب2 مليون دولار؟ هو انتوا عايزين تعملوا فينا زي ما حصل في الاسماعيلي؟ هو انتوا بتكملوا عهد ممدوح عباس؟ يعني انا نفسي افهم. فتحت دراعك للخطيب يا حسين يا لبيب اول ما جيت، وبالاحضان واستقبلتوه في النادي، وعمالين كل خازوق والتاني. ايه في ايه؟ في ايه؟ ما هو ده اللي كان بيعمله الاستاذ ممدوح عباس برضو لما فتح ده النادي للكابتن حسن حمدي، وبص انا هعمل هنا ايه واعمل ايه هو والخطيب. لا، بقول لكم ايه، يا تغوروا في داهية يا تشوفوا حل. يا تغوروا في 60 داهية، هي كده كده خربانة، يا اما تشوفوا حل. مش كل يوم نسمع ان لاعب هيفرش، لاعب هيفسخ عقده والكلام ده، بس عشان الجماهير جابت اخرها. سلام.